الحاجه الاخيره وهي موضوع زيزو والهتافات اللي كانت ضد زيزو. بصوا يا جماعه، في حاجات بديهيه. يعني هتيجي تقول لواحد الكذبه حرام، ايوه ماشي، ايه الجديد اللي حضرتك قلته يا ابراهيم؟ معلش. الخمره حرام، ايوه يا ابراهيم، ايه الجديد اللي انت قلته؟ ما احنا عارفين ان هي حرام. فاي حد هيتشتم، ما هو ده غلط طبعا. يعني ما ينفعش تيجي تقول لي انت يرضيك اللي حصل في زيزو؟ لا طبعا، ما يرضينيش ان اي حد يتشتم ايا كان هو مين. والقصه على فكره مش قصه ان هو مراته ولا زوجته ولا اخته ولا امه. اي شتيمه غلط، مش لو اتشتم بابوه يبقى تمام ولو بامه يبقى غلط، لا، ما هو كل شتيمه غلط. بس هنا بقى انا عايزك تسال نفسك سؤال كده، لو انت اهلاوي او انت زملكاوي من الاخر، انت ضد الشتيمه ولا انت ضد الشتيمه لما تكون تخص لعيب من فرقتك؟ يعني لو الشتيمه، اصل انا هقول لك، هضرب لك اسماء اتشتموا بعائلاتهم على مدار الاجيال: حسن شحاته، جمال عبد الحميد، رضا عبد العال، حسام وابراهيم حسن، وهم في الاهلي وهم في الزمالك، عماد متعب، حازم امام، زيزو. شوف اجيال اهو، بكلمك من السبعينيات. فلو انت ضد الشتيمه هتقول ان كل دول اللي اتعامل معاهم غلط، لكن ما ينفعش تقول لي ايه، ما ينفعش يتعمل كده مع زيزو، بس لو اتعمل مع شيكابالا او نسيت شيكابالا، بس لو اتعمل مع شيكابالا اصل هو اللي بيستفز الجمهور فحلال عليه الشتيمه. لا، ما هو انت لو فتحت المبررات، اصل عشان ده غلط فانا بغلط، وعشان ده عمل فانا بعمل، ما هي الغلط مش هيقف. ما احنا لو احنا ابحنا وبررنا الغلط عشان في غلط حصل قبليه، طب ما هي دايره الغلط مش هتقف. ما هو انت هتعمل غلط وانا هعمل غلط وانا هفضل ارد عليك وانت ترد عليا، والغلط خلاص مش هينتهي طالما احنا بندي لنفسنا المبرر ان اصل عادي عماد متعب يتشتم عشان هو اصله كان عمل، اصل عادي ان زيزو يتشتم عشان هو اصله كان عمل، اصل عادي ان مش عادي. لا يا جماعه، ما هو انت لو ضد الغلط ارفض الغلط على الكل، مش على حاجه وعلى حاجه لا. لو على حد من الاهلي وانا زملكاوي، يا عم عادي يا عم يتشتم، ما هو مش. ولو على حد من الزمالك وانا اهلاوي، يا عم عادي يا عم يتشتم. لا، لو انت ضد الغلط ارفضه على الكل. ما اجيش اقول لك ده زيزو غلطان تقول لي يا ابراهيم يعني زيزو اللي اقول لك مثلا اللي حصل مع زيزو ده غلط، تقول لي يعني اللي حصل مع زيزو غلط واللي حصل مع شيكابالا ما هو انا يا جماعه مش همشي. يعني انا حتى لما باجي اعلق على الحاجات اللي زي دي بحس بعد فتره ان هي ملهاش، التعليق ملوش قيمه. ليه؟ لان بيتحول الموضوع تخش تشوف الكومنتات. الاهلاوي شفت ابراهيم والله ايوه صح، ابراهيم عمل محترم، ابراهيم انت بتنتقد الناس اللي شتمت زيزو. تلاقي الزملكاوي، مش كلهم طبعا يعني، تلاقي الزملكاوي يعني انت دلوقتي عامل لي فيها عم محترم وبتنتقد الناس اللي شتمت دي، طب كنت فين لما شتموا شيكابالا؟ ايوه يا عم، يعني سؤال بس حضرتك، ما هو انا على فكره اتكلمت وقت شيكابالا، ومش مجبر ان انا افضل اجيب ورايا فيديوهاتي حطها في شنطه اتفضل اهو والله بص ادي الفيديو بتاع شيكابالا، ده الفيديو بتاع حازم امام، ده الفيديو بتاع متعب. لا يا معلم، انا مش قاعد اثبت نفسي ليك على مدار السنين، ارجع اقول عشان اقول رايي في موقف ارجع اجيب لك ارائي في 600 موقف على مدار 20 سنه. انا عايزك تسال نفسك سؤال، انت شايف ده غلط ولا لا؟ لو شايف ان ده غلط مش هتقول غلط بس، يعني مش هتقول اصل ده غلط بس اصل زيزو يستاهل بس اصل شيكابالا هو اللي ونفس القصه لو الاهلي، لما انا كنت لما بنتقد الناس اللي شتموا شيكابالا، هتلاقي الزملكاوي محترم يا ابراهيم، محترم ان انت بتدافع عن الحق وعن ان شيكابالا ما ينفعش يتشتم ويروحوا المقابر وبتاع. تلاقي الاهلاوي يا عم انت ما شفتش اللي حصل من شيكابالا، اشمعنى ما اتكلمتش على ما حصلش على اللي حصل مع عماد متعب؟ ما هو شيكابالا هو اللي استفز. طب ما انت يا معلم انت ضد الشتيمه. يعني عايزين نحط معيار واحد، هل اللعيب المفروض يبقى ما الجمهور يشتمه وهو يبقى ثابت وما يردش وانت محلل الشتيمه، ولا الشتيمه غلط؟ انا قناعتي هقولها لك، قناعتي هي ايه؟ ان الشتيمه غلط، ومحدش يقول لي اصل ده في الكوره وده مش في الكوره، واصل بره بيعملوا. يا عم بره عندهم الشذوذ عادي، يبقى احنا عندنا شذوذ يبقى عادي؟ لا، انا مش مقتنع ان اي حاجه بره تبقى عادي، ومش مقتنع ان ده في الكوره وعادي. ولا يا عم، انا ممكن اكون بشتم وانت بتشتم واي حد بيشتم وكلنا بنغلط مفيش حد فينا ملاك يعني بجناحات. بس انا حتى لو ده يصدر عني غصب عني او يصدر عني يعني بحسن نيه، اذا يعني سميته كده، بس انا عارف ان ده غلط، ما اوحش فيه وما اقولكش لا اصل ده عادي ان انا اشتم. لا ده مش عادي، ده مش عادي. الغلط غلط،
انا ما احبش انزل للقبر واروح لربنا سبحانه وتعالى وفي صحيفتي ان انا شتمت لعيب وانا قاعد بتفرج، قاعد بستمتع بكوره، ماتش كوره، اخدت فيه سيئات، يا فرحتي في البيت ولا مع اصحابي ولا على القهوه ولا في الاستاد. لا طبعا. فحتى لو عملت كده انا بيني وبين نفسي عارف ان انا عملت حاجه غلط، وده غلط وده ما ينفعش يحصل. ما برروش لنفسي ان لا عادي مفيش مشكله، لا ده مش عادي، ده غلط. ده انا بكلمك عن قناعتي، انا مش بزكي نفسي ولا بطلع نفسي في موضع ولا موقع المعلم المنظر خالص، انا اوحش من اي حد. بس انا بكلمك عن قناعتي ان الشتيمه في ماتشات الكوره غلط، وان انا ما احبش ان انا يتكتب في صحيفتي ان انا شتمت في ماتش كوره واخدت سيئات عشانه. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان انا مقتنع ان الشتيمه غلط زي ما انا مقتنع ان اللعيب ما يخشش في صدام مع الجمهور. يعني لو فرضنا، ما انت مش هينفع تسيطر على العقل الجمعي، لو افترضنا ان الجمهور شتم وده غلط وانا بستنكره وضده، مع اي جمهور، جمهور الاهلي، جمهور الزمالك، جمهور الاسماعيلي، جمهور اي حد، من اي جمهور ضد اي لاعب او ضد اي حد، ضد اي طرف، لان ممكن الشتيمه ما تبقاش للاعب بس، ممكن تبقى لمدرب، ممكن تبقى رئيس نادي، ممكن تبقى عضو مجلس اداره. انا ضد الشتيمه بشكل عام، بس كمان ضد ان الفرد ده اللي هو المدرب او الرئيس النادي او اللعيب او مدير الكوره يخش في رد فعل وفي تراشق مع الجمهور، لان ساعتها دايره الغلط مش هتقف، هنفضل ده يغلط وده يرد عليه، ده يغلط ويرد عليه، فالغلط مش هيقف. نمره اتنين، ان لو صعب السيطره على الجمهور كله بالعقل الجمعي بتاعهم، الاسهل تسيطر على نفسك انت كفرد. وطبعا دي برضو حاجه بترجع لكل واحد، فساعات حد ما يقدرش يمسك نفسه فيغلط، ساعتها هننتقد ونقول ان انت غلط، بس في الاخر هو بني ادم ممكن ده يفلت منه، بس هنقول له ان انت غلط. لان لا يجب ان الجمهور او اللعيب يخش في نقاش او يخش في سجال او يخش في تراشق وشتيمه و... وخناقه مع الجمهور. فلازم يضبط هو نفسه، هو المفروض يسيطر على نفسه بشكل اكبر، خاصه لو كان لعيب كبير، وخاصه لو يعني عنده خبرات كبيره، المفروض هو يحافظ على نفسه في الحته دي.